يا مساء الفل عليكم او صباح الفل ايا كان الوقت اللي انت بتشوفني فيه. يعني فيديو سريع كده عن بعض الحاجات اللي بتبقى مستفزة وانا بشوفها وبلاحظها في المساجد. يعني اول حاجة مستفزة بالنسبة لي في حاجات بيزكس طبعا مش محتاج اتكلم فيها. خلينا نتكلم على ملاحظات تانية يعني. اول حاجة من ضمن الحاجات دي فكرة الناس اللي بتسيب شباشبها بره والشوز بتاعه بره وداخل المسجد. حبيب قلبي وانت داخل المسجد خد شبشبك في ايدك وحطه على الرف جوه المسجد. سهله، سهله وبسيطه جدا. يا سيدي لو مش هتسيبه يبقى الاستثناء انك مش هتسيبه، ده يبقى ده الاستثناء مش ده القاعده. مكسل مستعجل مش لاحق ايا كان، مع ان ما يصحش، ما ينفعش اصلا. انت المفروض بتدخل المسجد عادي خالص، واللي بيفوتك بتصليه. ما تخشش المسجد وانت بتجري. بس ما عليه، خلينا نتكلم في النقطه بتاعه الايه الشباشب والكوتشيات اللي بتبقى مرميه بره وحضرتك عامل لي صفين ثلاثه. انا بقى لو انا جاي متاخر او في صلاه جمعه او ايا كان، اعدي ازاي؟ يعني اوصل للمسجد ازاي؟ يعني هيبقى قفز حواجز يعني، ولا هنط الحبل، ولا هعمل ايه؟ انا مش فاهم. انت ما سبتليش اي فرصه اني اعرف ادخل جوه المسجد غير اني يا اما انط فعلا، يا اما ادوس على الشباشب دي وعلى الكوتشيات دي وعلى على الجزم دي. معلش عفوا يعني. ما هو سعادتك اللي سايب حاجتك مرميه بره صفين ثلاثه. فانا فعلا بعمل كده، بدوس على الحاجات اللي قدامي لغايه لما اوصل للمسجد من جوه. فبمنتهى البساطه انت خد الشوز بتاعك او الجزمه بتاعتك او الكوتش بتاعك الشبشب بتاعك، خده معاك وانت داخل جوه يا معلم. سهله والله يعني، بسيطه. خلي الاستثناء انك تسيبه بره او مفيش مكان، الدنيا زحمه ايا كان، ماشي حلو تمام معاك عذرك يا معلم. لكن عامل لي ثلاث صفوف بره وانا بقى المفروض يعني. يا راجل لو انا بلعب في متاهه، ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. من ضمن الحاجات التانية المستفزة برضو الناس اللي بتعلي صوتها وهي بتصلي. انا يعني انت بتصلي ربنا يبارك لك يا سيدي، انا كمان يا حبيب قلبي عاوز اصلي وعاوز اركز في الصلاه. لما انت تعلي صوتك وانا اسمع كل حاجه انت بتعملها في الصلاه، انا هركز ازاي؟ يعني انت بتصلي لي مثلا؟ يعني انت بتصلي لنفسك وبتصلي لي معاك ولا إيه؟ انا مش فاهم. اروح انا طيب؟ يعني ما هو مش كلام ده يعني يا جماعه. حضرتك صلي في سرك، انا مش لازم اسمع انت بتقول ايه ولا قراءاتك ولا تسبيحك ولا اي حاجه، مش لازم خالص. يعني مش ممكن يعني. في ناس اصلا بتنزل تسبح ما بتسبحش، بتخش تدعي على طول. ما علينا باللي هم بيقولوه، بس اللي انت بتقوله خليه لنفسك. انا عاوز اركز انا كمان. انا مش مطالب استنى لغايه لما الامام يخلص الفاتحه واستناك انت كمان لما تخلص عشان ابدا. مش كلام ده يا جماعه. في بقى ناس بقى ايه مستفزين اكتر منهم بقى. في ناس مش بيعلوا صوتهم في سرهم، تمام مفيش مشكله والحمد لله ربنا يبارك لهم يا رب. بيعملوا بقى انقح بقى من ده من اللي فات. انت مش بتسمع صوت قراءتهم ولا صوت تسبيحهم، لا انت بتسمع صوت تخبيط شفايفهم من كتر ما هم مهيبرين ومنفعلين. تحس انه داخل خناقه داخل حرب. يا معلم بالراحه بالراحه يا بابا، بالراحه بالراحه يا حبيبي. انت المفروض في خشوع المفروض، مش خناقه هي. فده مستفز اكتر من اللي صوته واضح. يعني ده مع كل حركه شفايف انت قاعد في حرب في خناقه في قصه وروايه. فده نوع من ضمن الانواع اللي بتبقى مستفزه فعلا في الصلاه. في نوع تالت مش بيساوي الصف. اللي هي انا مش عارف يعني، هو انا كيفي كده؟ انا دخلت مع طلبت معايا، انا هسيب مسافه بيني وبين اللي جنبي 30 سم. ده ايه؟ ده مقرر عليك مثلا ولا ده كان نادر عندك ولا انا مش فاهم؟ يا حبيبي ما ينفعش، المفروض تساوي الصف يا بابا. لا 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 انا كيفي كده. في بقى اللي بيساوي الصف في اول ركعه بس، يجي في تاني ركعه ما خلاص بقى يعني. يا راجل كبر مخك، ما احنا هنقعد نساوي في كل ركعه ولا ايه؟ يا روايه. يا معلم ساوي الصف يا بابا. ما فيش. في بقى اللي يجي يساوي الصف فيلاقي المساحة واسعة، المسافة بيني وبينه مثلا كبيرة، فيبدأ يفتح رجله أكتر، يفتح رجله أكتر، يفتح رجله أكتر لغاية لما يجيب آخره بقى خلاص بقى. ولسه باقي من المسافة فيسيبها بقى خلاص مش هيساوي الصف. أنت ليه أصلا بتفتح جودزيلا أصلا؟ يعني ليه؟ أنت مش مطالب إنك تغطي المساحة دي بإنك تفتح رجلك. أنت ممكن تاخد نص خطوة يمين أو نص خطوة شمال، شكرا حلينا المشكلة يعني. سهلة والله، هي بسيطة خالص أهي. مش لازم تفتح لي برجل على الوقت، تفتح لي حوض ليه؟ فانت خد نص خطوه يمين نص خطوه شمال، سوي الصف بتاعك اللي جنبك المفروض يتحرك على الحركه بتاعتك الحياه بسيطه وسهله خالص والدنيا جميله. و100 فل و14، بس احنا مش عارف ليه بنكلكحها على نفسنا. انا مش فاهم بصراحه. فدي كانت بعض الحاجات اللي هي فعلا بجد يعني حاجات مستفزه، يا ريت ما نعملهاش يعني. لان حاجات كلها بيولوجيك مش محتاجه خالص لا تشدد ولا تساهل ولا اي حاجه. سهل بس كده. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية. السلام عليكم.